في ناس بتجري طول الوقت، تفكر، تقلق، تحسبها بالارقام، طب هتيجي ازاي، منين، وامتى، وتنسى ان في نوع تاني من الرزق، رزق بيجي من باب ما كنتش شايفه اصلا. السيدة مريم ما كانتش بتلف على ابواب ولا بتدور على فرص، كانت واقفة على باب واحد بس، باب ربنا في محرابها. مكان صغير هادي ما فيهوش دوشة الدنيا، بس كان مليان بحاجة أهم، قلب حاضر وواثق. كل ما سيدنا زكريا يدخل عليها يلاقي عندها رزق، مش مرة، كل مرة، فيقول لها بدهشة: يا مريم أن لك هذا، منين الرزق ده؟ تقول له: هو من عند الله، ولا شرح ولا تبرير ولا قصة طويلة، يقين صافي. الفكرة مش إن المعجزة تحصل، الفكرة إزاي تبقى مستعد ليها. السيدة مريم ما وصلتش للحال ده في يوم وليلة، دي كانت حياة كاملة من القرب، قيام هادي، سجود طويل، قلب نضيف، ورضا حتى قبل ما تشوف النتيجة. ربنا نفسه قال: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يمكن انت بتعمل كل حاجة صح بس جواك قلق، بيقول: طب لو ما حصلش؟ السيدة مريم بتقول لك بطريقة غير مباشرة: لو من عند ربنا هيحصل، مفيش نقاش. حتى لو انت مش شايف الطريق، مش كل رزق هيبقى معجزة قدام عينيك، بس كل رزق وراه تدبير انت مش شايفه. واحيانا اكتر حاجة مأخرة الرزق مش قلة السعي، لكن قلة اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ربنا مش في رمضان بس، ولا في الامتحانات بس، ولا وانت مستني النتيجة بس جرب من النهاردة ما تطلبش وانت قلقان، اطلب وانت واثق. قول: يا رب أنا مش شايف الطريق، بس واثق إن عندك 1000 طريق. وساعتها ممكن جدا تلاقي رزقك واقف مستنيك من حيث لا تحتسب. دي كانت دقيقة لقلبك. اثبت على عبادة صغيرة يوميا، حتى لو حاجة بسيطة قوي. الاستمرار هو اللي بيبني اليقين والثقة. اللي واثق في تدبير ربنا عمره ما يضيع حتى لو الطريق اتأخر. وآخر كلام نقوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.